سلام حبيباتي، سلام عسولاتي، وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. رحب مشتركين جدد، مرحبا بكم. نقول لكم شكرا على تعليقاتكم الجميله ودعمكم، ربي يخليكم لي يا حبيباتي. شكرا بزاف بزاف. اليوم جيتكم موضوع كيفاش تتعاملي مع الزوج، يعني اول ايام الزواج. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ولي ماشي مشتركين نقول لكم اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كامل جديد تاعي. ونقول لكم راح يكونوا فيديوهات روتينات تحفيزيه ان شاء الله. قبل ما نبداو لا فيديو البنات نقول لكم نتوما تفرجوا الروتين تاعي، في نفس الوقت نحكي لكم موضوعنا. البنات باش نكونوا متفاهمين، كاين بنات يشكوا من الزواج مع العائله، يقول لك انا الزوج تاعي ما نقعدش معاه وقليل باش نقعدوا قليل وقليل وقليل. سي فري هي المعيشه مع العائله صعيبه شويه، وكاين بزاف 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 يشكوا منها. وهذا الموضوع اللي راني حنحكي فيه، تقدر انتي انك تتصرفي مع زوجك وتحاولي انك تخصي وقت لزوجك، وتخلي العائلة في جهة وتخلي حياة العائلة على جهة، وتكوني مع زوجك. باسكو هذا النصائح يخصك انتي وزوجك بعيد على الاهل. على بالي كان بزاف بنات صغار دايرين في بالهم حياة الزواج مملوءة بالورود، سيرتو صغار المراهقات. مانيش نقول لكم الزواج فيه مشاكل، يعني الزواج هو نصف الدين وهو عشرة وكامل. كامل نتعرضوا للاخطاء ويعني الاخطاء هذو نتعلموا منهم. انا واحده من الناس صراو لي اخطاء وجيت باش نقدم لكم نصائح، وثاني على وش فات في حياتي. مانيش نحكي على الناس كامل ولا الزواج بصفه عامه، راني نحكي على نفسي انا، وش فوت وش فات عليا. الايامات الاولى راح تكون احلى ايام العمر، احلى ايام العشره الزوجيه. يعني الشهر الاول ما غلطوش اللي يسمى شهر العسل، ما راحش يتكرر البنات، ندوها من عندي. اكيد الايامات الجايه راح يكونوا فيها ايامات شابين، مي ماشي كيف الشهر الاول من الزواج، باش نكونوا متفاهمين. انا نحكي على تجربتي وش صار في حياتي. وحاولي في هذه الفتره كيفاش تتعاملي مع الزوج، يعني كيما تولفيه والف. اول حاجه لازم تكون المفاهمه والاحترام بيناتكم، سيرتو كي تكونوا متزوجين عن حب، ماشي كيف يعني زواج تقليدي. اكيد تكوني متعرفة عليه وحاكية معاه من قبل، مداصرين بعضاكم. مي بلاكي تغلطي في ايامات الاولى من الزواج، تغلطي وتقولي يعني هكا كلمات اللي ممكن هو يفهمها، ممكن تكوني انتي حكيتها بنية هو يفهمها بالغلط. مثلا نعطيكم كلمة تاع جايح هكا تقوليها له، ولا راح هو يفهمها بالنقص. ما لازم تكون الاحترام بيناتكم. حبيباتي نقولكم ديما ولفتيه يوالف، لا حاولي تولفيه ينوض معاك يصلي الفجر. ديما ديما حاولوا تنوضوا تصلوا الفجر. لا هو كان ما يصليش ولفيه صلاة، ولا كان يصلي وينوض الفجر، عارفي باللي راكي من احسن الناس في الدنيا انه يكون عندك زوج صالح وينوض يصلي وحاكم صلاته. هذه هي أول حاجة مهمة جدا. ثاني حاجة البنات نقولكم كونوا صادقين مع بعضكم، وخلوا الثقة هي أساس العلاقة. ثاني باش تطمني راجلك ما يتبدلش عليك ويبقى تصرفاته وتعامله معك كيما الشهر الأول. حاولي انه كي تنوضوا تصلوا سواء هو يكمل يعني يسقى ويخرج يخدم، ولا يعاود يرجع يرقد على حساب الخدمه نتاعو. الا كان يرجع يرقد نوضي انتيا طيبي له قهوه حليب لا لا، وقعدي هكا معاه قهوي معاه. حاولي هكا تكسري معاه شويه، عطيله ديما ديما ديك الابتسامه. كي يكون خارج قولوا هكا ادعيله وقولوا ربي معاك، ربي يوفقك. المهم البنات عطولو هكا طاقة إيجابية قبل ما يخرج. ورانا نعرفوا باللي يعني الرجالة منين داك يروحوا الخدمة تضغط عليهم، وراكم عارفين الشعب الجزائري تاعنا كيف يتعاملوا مع الصباح، سورتو اللي يكون مقلق وكاع. راكم عارفين يهبط المورال وكامل. انتي حاولي تعطيله هذيك الطاقة الإيجابية باش يقعد نهاره كامل مليح. كيما قلت لك انتي غير يخرج هو، روحي ابدي بنفسك، نقي روحك، الله الله
عطري روحك، عطري شنبرتك هي مملكتك، حاولي تبداي بيها، نقيها الله الله، فحفحيها الله الله، وغلقيها وروحي الكوزينه، بداي بغداك الله الله، لوحي كيما تقولي ماما طيبي غداك على بكري، هكذا خير باش تتهني. طيبي غداك وروحي كامل الشغل، يعني الشغل ماهوش هارب عليك، انا قلت لك لازم تهلاي في روحك قبل. هذه هي البنات، لازم تكونوا مطيبين الغدا قبل الوقت باش هكا كيجي يلقى الغدا. راكم على بالكم البنات، الراجل كي يكون رايح يخدم يتعب وكي يجي لازم ياكل هذيك اللقمه باش امه ترجع له الروح ويكمل شغله يعني بطاقه مليحه. كما قلت لكم واش ديروا الغدا الله الله. ثاني استقبليه بابتسامه، واستقبليه هكا تكوني لابسه ودايره هكا مكياج خفيف، مانيش نقول لك روحي ضربي مكياج تاع عروس تاع سوق الزح، يعني هكا غير سامبل، غير شويه غيسيلو شويه غجاله في هذا مكان. وصح في التعطير كي تعطري روحك باش فيك ريحه شابه. هذه هي خياتي. نرجعوا شويه للروتين تاعنا. كيما شتوني كنت نوض نقيت شمبرتي لا كنت بدلت عفوا الريدو، بدلته هكا تاع صيف خفيف، نحيت هذاك الكاش ريدو ودرت الدرا هكا في الغوز باش يبهي لي شويه الدار. تاني حاجة كنت درتها هي انه طيبت له الغدا كيما شفتوا عليه. تغدينا كنت خرجت انا وزوجي باش نقضي صوالح كانوا خاصيني في الدار. وثاني كنت شريت ربة تاع دار، وشريت هذه المشطة الماما كيما راكم تشوفوها بزاف هايله، وما تضرش يعني الشعر ولا هكا تخليه مقصف ولا بزاف هايله. وكنت شريت يعني هذا الغب راح نوريه لكم فيديو جاي ان شاء الله. كيما قلت لكم الدار تاعي كنت معطرتها الله الله بهذا وندرفول، ريحته بزاف شابه. وهذه هي شومبرا تاعي، كنت درت لها جو يعني هكا كي شعلت الجو دوميار وكاع. كيما قلت لكم البنات لازم تخلقوا اجواء جميله في الدار تاعكم وتعطروها الله الله باش الراجل ما يكرهش كي يدخل للدار، ما يحسش بذيك الخاطر. هنا كان راجلي جاب لي شويه تاع مصروف، كان متشهى في الدند، قال لي طيبي لي الدند بلاصوص حمراء والحمص، قلت له ما يكون غير لا خاطرك. كيما قلت لكم هذه حاجه من الحاجات اللي تخليك مقربه للزوج، هي والله ما غلطوا البنات، والله ما غلطوا اللي يقول لك طريق الى شوفوا ده طريق القلب الى رجل نورمالمون هكا. وصحوا لي المعلومه هذه في لي كومونتير الى عشيت غلطه. المهم حبوباتي لازم ديما ديري له حاجات اللي يحبهم هو، وطيبي له الحاجات اللي يسخف عليهم. كيما انا هنا قال لي طيبي لي الدند، كنت رحت بديت نطيب له، درت لاصوب والدند هذاك درتو يطيب. هنا رحنا نصلوا كيف كيف. وهذه حاجه من الحاجات اللي كنت راح نقولها لكم، انكم ديما حاولوا تصلوا كيف كيف، كي ما يروحش الجامع انتي صلي معاه في الدار هكا تكون يعني في داركم تكون فيها البركه. هنا خياتي كنا صلينا ورحت لدارنا، كنت مديت لها ماما صوالح اللي شريتهم ونشوفهم ونعاود نولي لداري. ما طولناش بزاف، رحنا غير شويه ولينا. باقي لي شويه تاع ديوك، قلت ندير حبيبات تاع بوراك. نحب انايا البوراك مع لاصوب كامل. بعدها شعلت على النار، انا كنت وزنته كامل وما طيبتش. كي بديت شعلت عليهم النار كما راكم تشوفوا لاصوص تاعي الدند هذاك طاب، الحمص ديجا كنت طيبته قبل في الماء كان طاب لي وحده، ودرته هكا باش يعني باش تم يطيب لي بالخف ما يطوليش. وكنت رميت عليهم الحبيبات هذوك تاع البطاطا. شوفوا هذه لاصوص جات بزاف بنينه يا البنات، ما نحكي لكم عليها واحد البنه شهيتكم في الجنه. من بعدها كنت رحيت هذيك لاصوب تاعي وقليت البوراك. هذه هي طويلة العشاء. كما قلت لكم ديما حاولوا هكا ديروا جو انتي وزوجك. حاولي كل مره كي زعما هكا طيبي عشاء ولا حطي طباسه شابين، حطي هكا. شوفي كيما انا واش حطيت هذوك اللي سدوا تابل، حطيت عليهم هذوك الطباسه وسربيت بطريقه انيقه كيما لاصوب شبحت هكا برقه نتاع معدنوس، يعني كل حاجه جات هايله. كيما يقولوا الناس زمان العين تاكل قبل الفم. واكيد
اي حاجه هكا طيبيها له اللي يحبها راح يزيد تعلق بك، ما يكذبش عليك. قلت لكم المعده طريق القلب الى الرجل، هذه هي. واحنا وصلنا البنات البارتي اللي نحبه انا، هو في الليل بعد شغل كامل هذاك انه ندي تحميم الله الله ونفحفح روحي ونلبس هذيك البيجامه النقيه ونحكم بلاصتي. واحد الاحساس ولا اروع. المهم البنات من بعد هكا في الليل اكيد بعد العشاء تكوني نقيتي معنك باش من غدوه داك كي تنوضي ما تنوضيش ديريكت الماعن هذوك، يكون عندك يوم جديد هكا تستغلي وقتك في عود ما تغسلي الماعن تروحي ديري حاجه واحده اخرى وتتهلاي في روحك. هنا البنات كما قلت لكم حاولوا ديما كل مره تلبسوا لبس الله الله وديري له سهره هكا لا بغى بالقليل كيما انا هكا عندي يزيد كيمو شويه تاع فاكهه كل مره تبدلي، ماشي شرط كل يوم فاكهه كل يوم هكا خضره سقايط خضره هكا وش عندك ديري. مهم سهرة وصاي باللي جات تديريها. هنا نكون وصلنا لهذا الفيديو حبوباتي. ان شاء الله فيديو تاع نهار اليوم يكون نال اعجابكم، الموضوع تاعنا ان شاء الله يكون فاتكم. تنساوش ديروا لي جام وكومنتار شباب وقولوا لي واش راكم حابين ندير لكم مواضيع فيديوهات جايه.